هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 17 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي. وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف، وبمناسبة يوم المعتقل الإريتري لقاء مع الأستاذ ياسر عبد الرحمن حول المنشط الذي قامت به الجالية الإريترية إحياء لهذا اليوم في مدينة ميلبورن. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الجاليات الإريترية تحتفل بيوم المعتقل. استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. مساعدات إنسانية عاجلة للصومال. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. احتفلت الجاليات الإريترية يوم الأحد الماضي بالذكرى السنوية ليوم المعتقل الإريتري، والتي تصادف 14 من أبريل سنويا. وأطلق الناشطون الإريتريون حملة تضامن وشعارات ونداءات تطالب بالإطلاق الفوري لكل سجناء الضمير والعقيدة في إريتريا. واستمرت الحملة في الفضاءات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي مدينة ميلبورن الأسترالية، والتي تضم جالية إريترية كبيرة، شارك محامون وناشطون وسياسيون إسرائيليون في الاحتفال بهذه الذكرى التضامنية. وقدمت الجالية الإريترية تنويرا حول أوضاع المعتقلين في البلاد، ورفعت شعارات وصور تطالب بالإفراج عنهم. وأرسل المشاركون والجالية رسائل إلى الحاكم العام لأستراليا ومكتب رئيس الوزراء يطالبون فيها بالضغط على الحكومة الإريترية من أجل الإفراج عن المعتقلين في البلاد. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج متابعات. لا زالت الاعتصامات مستمرة أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بعد تحذيرات من اتحاد المهنيين السودانيين بأن الجيش سوف يفض الاعتصام بالقوة. وبالفعل بدأ بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في تحذير المتظاهرين بأن الجيش لن يتهاون في حفظ النظام، وجدد هذا من المخاوف من نوايا الجيش وسيطرته على الأمور، خاصة وأن كل أعضاء المجلس العسكري هم من الذين ترقوا إلى أعلى المناصب العسكرية خلال فترة تولي الرئيس عمر البشير وحزبه للسلطة في البلاد. وبعد أيام من إعلان تولي الفريق عبد الفتاح برهان لرئاسة المجلس خلفا للفريق عوض بن عوف، إلا أن الأمور لم تنجلي بعد، خاصة فيما يتعلق بالقبض على رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم والأشخاص الذين تسببوا في مقتل المتظاهرين من جهاز الأمن والميليشيات التابعة للنظام البائد. ويشهد السودان حالة من الشلل السياسي باختلاف الآراء حول الفترة الانتقالية ومن يقودها. فبينما أعلن الجيش فترة انتقالية مدتها 2 ويكون المجلس العسكري فيها هو الحاكم الفعلي للبلاد، طالبت القوى السياسية للحرية والتغيير بأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات على أن تقود البلاد فيها حكومة مدنية ومجلس تشريعي مدني. أكد مارك لوكوك منسق معونات الإغاثة الطارئة ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن صندوق الأمم المتحدة للطوارئ وصندوق الصومالي للمساعدات الإنسانية قدما 45.7 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الصومالية ووكالات الإغاثة الإنسانية الرامية إلى المساعدة على إنقاذ أرواح أكثر من 4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خلال العام الحالي. وقال منسق معونات الإغاثة الطارئة أن هذه الأموال ستسهم في تمكين الوكالات الإنسانية العاملة في الصومال من تقديم معونات غذائية عاجلة ومياه شرب نقية وتوفير رعاية صحية ودعم الخدمة التعليمية في أقصر وقت إلى المناطق التي يحتاج سكانها إلى مساعدات إنسانية. وأضاف أننا نعطي الأولوية لتقديم المعونات إلى الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين،
والذين يعانون من استمرار الجفاف والصراعات في الصومال. وفي الشأن الصومالي أيضا أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قتلت قائد تنظيم داعش في الصومال عبد حكيم دقوب، وذلك في غارات جوية في قرية حرور بإقليم باري في ولاية بونتلاند. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الجاليات الإريترية تحتفل بيوم المعتقل. استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. ومساعدات إنسانية عاجلة للصومال. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة نرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس، ها نحن نلتقيكم سادتي على الخير والسلام، آملين سادتي أن نلقاكم دائما في تواصل مع إذاعتكم إذاعة إرينا الدولية. في 14 سادة المستمعين من هذا الشهر أبريل، أحيا الإريتريون المقيمون في الخارج تحديدا ذكرى يوم المعتقل الإريتري، والمنسقية ليوم المعتقل الإريتري على المستوى العالمي نظمت برامج جيدة. هذا العام كانت مختلفة إلى حد ما من البرامج السابقة، نحييهم من هنا. وفي مدينة ميلبورن سادة المستمعين كغيرها من مدن الإريتريين في بلاد المهجر نظموا في ليلة 14 من أبريل أمسية كانت متميزة هي الأخرى عن الأمسيات السابقة. هذه إذاعة إرينا. معنا الأستاذ ياسر عبد الرحيم محمود، الناشط في الجالية الإريترية والناشط كذلك في الخدمات الاجتماعية. نلتقيه عبر وسائل التواصل ليطلعنا على ما دار في ليلة 14 من أبريل. أستاذ ياسر، مرحبا بك في إذاعة إرينا. أهلا وسهلا أحمد. طيب أخ ياسر، لو سألنا ليه الناس بتحيي 14 من أبريل كل عام باسم يوم المعتقل؟ أولا أشكرك أحمد لاستضافتي لإذاعتك المحترمة. هذا اليوم بالتحديد هو اليوم الذي نتذكر فيه إخواننا المقيبون الذين زجوا بالنظام الحاكم في إريتريا خلف زنازين والسجون الحكم الظالم في إريتريا، ولم يعرف حالهم ولم يعرف وضعهم، أهم أحياء أم أموات. ولذلك أي واحد عنده ضمير صاحي من اللازم أن يتذكر هؤلاء الإريتريون الشرفاء الذين مقيبون كثير منهم لأكثر من 25 سنة. ولذلك احنا نحيي هذا اليوم بالتحديد، ونرى يعني تزايدا في النجاح في هذا الإطار. طيب جميل. طيب ما هي الخلفية برأيك بالنسبة لسكان مدينة ميلبورن، الخلفية التي تأتي على ذكرها وعلى إثرها ذكرى 14 من أبريل، علما بأن مدينة ميلبورن هي مدينة يعني وقفت أمام كل برامج النظام منذ سنوات طويلة؟ يعني هل حدثت المستمع خلفية الوقفات هذه لم تكن وليدة مع الذكرى لإحياء 14 من أبريل؟ نعم، كما هو معروف طبعا لدينا كثير من الإريتريين اللي بيتابعوا وسائل الإعلام أن شعب ميلبورن في أستراليا معروفين دائما بمواقفهم الشجاع والصراحة ضد أي نظام يخص مثلا الحالة التي نمر بها في إريتريا. فهم دائما سباقون في مثلا أن يتظاهروا ويوقفوا مع بعض عندما يكون مثلا يوم تقرب ومثلا حفلة استقلال وحفلة سبتمبر
والمظاهرات اللي بتحصل دائما ضد النظام يعني في ميلبورن تتالت هذه الأحداث. إننا إحنا ننظم دائما يعني الأيام يوم المعتقل الإريتري بننظمها على أساس إحنا نوري يعني موقفنا في مواضيع هذه، بالأخص يعني إنه المعتقلون في إريتريا ما في حد يتذكر هؤلاء الشرفاء اللي هم يعني في السجون، وما ندري هم ميتون ولا حيون. فإحنا دائما يعني نكون يعني في نفس النظام اللي إحنا مواصلين فيه، عشان نواصل في يعني محاولاتنا إنه نغير النظام إن شاء الله في مستقبل قريب، وهذا هو أملنا. لكن دائما إحنا شعب ميلبورن واقفين يعني ضد أي ظالم، بالذات في شعبنا اللي في الداخل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم ما في شك. يعني أخ ياسر عبد المنعم، سوري ياسر عبد الرحيم، بتفتكر ليه يعني دائما 14 من أبريل بيقيفوا مجموعة من الإريتريين دون غيرهم دون تحديد المسميات، وفي نفس الوقت في 18 من سبتمبر من كل عام بيقيف مجموعة من الإريتريين دون تحديد المسميات مع مجموعة G15 وغيرهم؟ فيعني الحتة دي جاء من وين في تقديرك؟ ليه ما تكون في وقفة واحدة في شهر واحد؟ للأسف الشديد يا أحمد أخوي، في مواضيع هذه هي النقطة القوة للنظام الحاكم حاليا، إننا نحن نختلف دائما، والاختلاف مع أنه اختلاف يجيب يعني قوة أحيانا كثير من الأوقات عشان أنت تفهم من الشخص الثاني أو من الطرف الثاني. بس للأسف الشديد هذا الشيء المفروض يجمع كل المعارضة مع بعضها لكي يساعدوا في استمرارية المعارضة. ولكن ربما بعد من الأطياف بيرون هذا اليوم هو أحسن أو أجدر من اليوم الثاني، مع أنهم الاثنين يعني شعبنا اضطهدوا. يكون معتقلين مثلا اللي حصل كثير منه يوم 14 واللي حصل يوم 18 سبتمبر برضو. يعني إخواننا المجموعة 15 هم كمان يعني اعتقلوا في نفس اليوم. فالمفروض يعني الوحدة هي القوة، والمفروض يعني هذه تكون المفروض يعني هدفنا، ونجتمع في يوم واحد نتفق، ويكون يعني هذا اليوم نعمل فيه جميعا، نوقف مع بعض ونعمل شيء يعني نتيجة تجي في الأرض داخل إريتريا، على أساس يعني نشوف ديمقراطية وحكم مثلا بالعدالة، ونشوف كمان إريتريا تزدهر. هذا هو هدفنا. ممكن هي عدم المعرفة أو عدم الشرح. بعد مثلا الإعلاميين المفروض يقوموا بهذا المهام، إنه مثلا ليش ما نتحدث مثلا يوم واحد يكون، لكن أنا ما بشوف مشكلة فيه لو مثلا الواحد يشارك في كل الحاجات اللي تحصل زي التجربة، كل حاجة اللي بنعملها مثلا تكون يعني تؤدي لأنه يحصل تغيير في الأرض، يعني في داخل إريتريا لأحسن حال. هذا هو هدف المفروض يكون. وأنا صراحة يعني بشوف مجموعتين يعني لو يقعدوا مع بعض ويتفاهموا في شيء يكون موحد. هذا أنا نعم، لأنه الظالم هو واحد. أخ ياسر، تعرف أنه الذكرى 14 من أبريل أو 18 كمان الجاي من سبتمبر بتمر، خاصة أبريل مثلا، بمر بالاستعدادات المكثفة للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي سيلتئم بعد أيام في السويد في مؤتمره الثاني. تفتكر أنه في رسائل ينبغي أن يلتفت إليها المجتمعون
خاصة ما يتعلق المعتقل الإريتري والمأساة التي يعيشها، والمعتقل الوطني ذاته، كل الوطن كله في اعتقال كبير. تفتكر أنه أشياء ينبغي أن يلتفت إليها المجتمعون؟ أرى كذلك طبعا، لكن الشيء اللي احنا نحتاجه بالذات في من المجلس مثلا، الرسالة تكون واضحة وصريحة، ويعني تكون سهلة إنه الواحد يطبقها. مثلا لو مثلا قلنا إنه يوم 18 هو أو يوم 14 لازم يكون ميكانيزم أو شيء يشتغلوا فيه بحيث نوحد الجميع. هذه رسالة تكون مثلا للجميع إنه يكونوا يتوحدوا، لأن بعد الوحدة تجي النصر. لكن الوحدة لو ما موجودة، شوفوا الوضع الحالي 27 سنة وإحنا ما مستمرين يعني، والوضع ماشي بنفس النمط ونفس الأسلوب ونفس الاسم، الاضطهاد مستمر. وهذا لازم يغير بتغير الأحوال. أنت تغير، أنت لو مثلا بنفس الصورة ماشي دائما، وهذا نفس الصورة اللي أنت ماشي به ما يغير أحوالك، لازم تغير شيء. عشان كذا هذه فرصة هي للمجلس إنهم هم يجوا برسائل مهمة جدا إنه يغيروا شيء من وضعنا الحال، بالذات المعارضة يعني. نعم. اللي معانا نعمل، اللي ما معانا ما نقدر نعمل فيه شيء. اللي معانا لكن نقدر نغير شيء، ما نمشي بنفس النمط، نغير في أحوالنا. كيف مثلا نوقف مع بعض. الوحدة هي النتيجة، الإجابة. نعم. السولوشن موجود في اليود. لما نكون احنا موحدين حننتج شيء، لكن ما دام احنا متفرقين نقول يوم 14 ويوم 18 سبتمبر، هذا شيء يعني. هو الحاكم الظالم الموجود في إريتريا هو عايز كده تفرق، عايز. نعم. وخاصة أخي ياسر إنه المشهد في إريتريا برمته تغير. الآن إريتريا دخلت منعطف جديد. أستاذ ياسر، أنا حسيت ولاحظت إنه احتفال أو الذكرى بتاعت إحياء 14 من أبريل في مدينة ميلبورن أخذ شكل مختلف تماما، من حيث المحتوى، من حيث الرسالة، حيث الجمهور المستهدف أو الجهة المستهدفة من الاحتفال. يا ريت لو خطيت المستمع في الصورة أستاذ ياسر حول الجديد في إحيائكم للذكرى، ذكرى 14 من أبريل يوم المعتقل الإريتري في مدينة ميلبورن. هذه إذاعة إرينا. الحمد لله. احنا طبعا كان عندنا يوم حافل، عشان بس نتذكر، مع انه يوم حزين هو، لكن كان يوم ممتع وبقدره كان ناجح. لأن احنا لما اجتمعت اللجنة اللي هي نظمت هذه السنة ليوم المعتقل الإريتري، قلنا لنفسنا ليش مثلا كل مرة نفس الصورة نفس الاسم ونتكلم أكثر وما بنعمل يعني في الأرض. الكلام الكثير ما ينفع. وثاني، الرسالة لازم تكون موجهة لجهات معينة اللي هم ما بيعرفوا عن إريتريا خالص. احنا عارفين وضعنا، احنا عارفينه. اللي عايش في ملبورن في أستراليا أو في لندن في أي مكان عارف الوضع في إريتريا، احنا عارفينه، بس ما قادرين نغير شيء في حتى. فاحنا قلنا لازم يكون في يعني رسالة تجي تطلع من هذا اليوم، بحيث نخلي الناس اللي ما عارفة تعرف. وهو أكثر طبعا الأستراليين بطبيعتهم هم عندهم إنسانية يعني، وهذه أكثر الأوروبيين ونفس الصورة. فإحنا قلنا ليش مثلا نوري للأستراليين اللي هو مينستريم، نوريهم إيش الحاصل. وما تصدقني، لكن اللي كانت حاضرة هناك الناس غير إريتريين يعني استغربوا يعني إنه إريتريا كده يعني. كثير منهم ما كان يعرف يعني هذا مأساة ما كنا نعرف يعني. بيقولوا لك واضح يعني. فرسالة عملناها بأسلوب
عملنا مثلا الكابيلات اللي اسمه مكتوب فيها يعني freedom and justice for all detainees، ورسلنا رسالة لاحتمال كبير يكون رئيس الدولة بيل شورتن، رسلنا له باقية برضو الاسم. فإحنا وزعنا بأسلوب إنه المين ستريم أستراليان سوسايتي عشان يعرفوا رسالة مننا إنه وضعنا كده. والمشاركين أيوة، والناس الموجودة خليناهم شوية نحسسهم بالوطنية، وعملنا فيديوهات يعني مؤثرة على أساس يعني نتذكر إنه إريتريين إخواننا في سجن حتى الآن، ما نعرف ميتين ولا حيين. فهذه الفيديوهات هذه حركت المجتمع الإريتري في ملبورن، كثار منهم جو وقالوا لي، وقدمت كلمات تضامنية قوية جدا حتى من منظمة نيلسون مانديلا ومن أعضاء في البرلمان الأسترالي ومن الأحزاب. بالذات اللي بعد الأستراليين برضو عندهم إلمام اللي بيحصل إيش هو في داخل إريتريا، إنه في الدول الأسترالية، دول زي أستراليا يعني عندهم علاقات حميمة مثلا مع الحكومة الإريترية مثلا، وهذا شيء يعني للأسف الشديد إحنا مبعدين منه، لكن بيحصل في تحت عيوننا الحاجات هذه، ولازم نكون مؤثرين في بعض الحاجات اللي نقدر عليها، وهذه ما صعبة يعني. نعم. يعني طيب، هل في فكرة تانية لترقية العملية أو تطوير أكثر من خلال الالتقاء المباشر وإيصال رسائل للجهات المسؤولة في الحكومة الأسترالية، سواء كانت في الحكومة الفيدرالية أو الحكومة المركزية؟ هل عندكم برامج ومشاريع مستقبلية؟ والله حتى الآن طبعا بعض الإخوة وفي جهة يعني قايمة باقتراح معين، وحتى الآن في دراسة، لكن عندنا أمل قريب إنه إحنا نوصل رسائلنا والمعتقلين اللي عندنا مثلا المدون إنه هم اعتقلوا وعندنا سجل. هذه الريبورتات هذه كلها حنسلمها للحكومة ونسلمها لجهات حقوق الإنسان على أساس الناس المجتمع الأسترالي لازم يعرف إيش وضعنا في إريتريا، وهذا أقل ما نعمله أحمد. نعمل أقل ما نعمله لإخواننا المغيبون، وإحنا يعني ما ناسينهم، لكن أرجو أي واحد أي إريتري يعني ألا ينسى إخوانهم اللي مسجونين، هم شرفاء من غير يعني أي عمل إجرامي وكذا، موجودين في السجون يعني. نعم، فرج الله. للأسف الشديد ما نعرف هم الله يفرج يعني أسرهم إن شاء الله، وربنا ولا يمكن ما نعرف 27 هذه المأساة. نعم. 25 سنة يعني ما سهل هذا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم. أخ ياسر، قبل ما نختم المقابلة نحن في الدقائق الأخيرة، كيف بتقيم إحياء المناسبة سواء كان يوم المعتقل الإريتري بالذات في للإريتريين المتواجدين في الخارج؟ يعني قراءة شخصية بالنسبة لك كيف بتقيمها؟ هل والله تقييمي أنا دائما طبعا أنا بتكلم عن ميلبورن كوني بعرفها، لكن لندن ما بيقصروا. الدول حسب بدأت شوية يعني الإريتريين في الخارج بدأوا يتحركوا، لأن الوضع في إريتريا تغير جذري يعني. فكثير من الناس اللي كانت نايمة بدأت تحس شوية، وهذا هو الأمل اللي مثلا كل واحد لما يقوم الثورة تقوم، فهمتني؟ وهذا هو اللي احنا منتظرين من أن يحصل مثلا. فأنا تقييمي أقول ضعيف، هو أنا بقول يعني فهمتني؟ ممكن نستطيع القيام بأحسن صورة. نعم. طيب، وهذا ناتج ممكن من الخلافات الموجودة في الساحة المعارضة. يعني أنصح الجميع أن يتحدوا في مظلة واحدة على أساس نكون قويين جدا. جميل. ونتابع الأيام الاسم كله الانتصارات. جميل. أستاذ ياسر، أي حفلة نعملوها نعم. تكون يعني تحست بوطنية على أساس
نقوم ننتج حاجة في الآخر. أستاذ ياسر، ما هي رسالتك الأخيرة للداخل؟ شنو يعني للناس اللي بيستمعوا لك الآن عبر إذاعة إرنا؟ رسالتك لهم، للمواطنين، للجيش، للمسؤولين في الحكومة. والله الآن نرى تحركات غير متوقعة اللي كنا نشوفها من قبل، وبشوف الرسائل اللي تجي مثلا، والصح العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، وأوضاع تغيرات دولة الجزائر مثلا، وانقلاب حكومة البشير. أفتكر حصل تغييرات في الساحة في نفس شرق أفريقيا بالذات، وإريتريا كمان بالأخص يعني. فجعل الوضع في إريتريا غير ثابت هلا، ونتمنى هذا يغير إيجابيا لقضيتنا الشعب عشان يقوم في نهاية. وأنا ما أنتظر يعني ما بعيد يعني في شيء حيحصل، وهذا ما نتمناه لشعبنا المغوار، ونتيجة للاضطهاد اللي حاصل هذا إن شاء الله ربنا يعني يجيب سلام وتغييرات حيحصل في الديمقراطية والسلام والعدالة إن شاء الله حيوصل قريبا. أنا ده اللي أتوقعه بإذن الله. التضامن هو أهم حاجة، كلنا نكون يد واحدة على أساس نغير الوضع نعم. الأرض. الأستاذ ياسر عبد الرحيم محمود، ناشط في الجالية الإريترية وناشط كذلك في الخدمات الاجتماعية، أشكرك باسم كل المستمعين في إذاعة إرنا الدولية لمشاركتك معنا وحديثك عن يوم المعتقل الإريتري 14 من أبريل، ماذا جرى في مدينة ميلبورن، وقراءتك للتقييم ليوم المعتقل وتوقعاتك للمستقبل. أشكرك باسم كل المستمعين. في ختام هذا اللقاء أعزائي المستمعين، هذا أحمد شريف يحييكم من إذاعة إرنا الدولية برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمؤون. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الجاليات الإريترية تحتفل بيوم المعتقل الإريتري. احتفلت الجاليات الإريترية يوم الأحد الماضي بالذكرى السنوية ليوم المعتقل الإريتري، والتي تصادف 14 من أبريل سنويا. وأطلق الناشطون الإريتريون حملة تضامن وشعارات ونداءات تطالب بالإطلاق الفوري لكل سجناء الضمير والعقيدة في إريتريا. استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. لا زالت الاعتصامات مستمرة أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بعد تحذيرات من اتحاد المهنيين السودانيين بأن الجيش سوف يفض الاعتصام بالقوة. مساعدات إنسانية للصومال. أكد مارك لوكوك منسق معونات الإغاثة الطارئة ومساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن صندوق الأمم المتحدة للطوارئ والصندوق الصومالي للمساعدات الإنسانية قدما 45.7 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الصومالية ووكالات الإغاثة الإنسانية الرامية إلى المساعدة على إنقاذ أكثر من 4.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خلال العام الجاري. كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج المتابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.